السلام عليكم أحبتنا في كل مكان. موضوعنا اليوم موضوع مهم يفيد اللاجئين الجدد أكو لاجئين قدامى طبعا. همت فيه يفيدهم هذا، لأن أكو ناس وقعت بالديون وبعد ما قدرت تسدد بسبب أخطاء، ولا عندها يعني مصدر رزق ثاني يكفون بيه ديونهم، وبدت دوامة الفوائد تشتغل عليهم وما جاي يقدرون روحهم. موضوعنا اليوم هو شلون تسوي كريدت. انت جيت لامريكا لاجئ جديد وتريد تطمح انه تشتري بيت بالاقساط، تطمح تشتري سيارة بالاقساط، طموحات عندك كثيرة. شلون تسويها؟ هذه ما تقدر تسويها اذا ما تبني بناء مالي مع البنوك جيد. وهذا البناء المالي هو عبارة عن نقاط كريدت، مثل الطالب اللي بالمدرسة يمتحن ويحصل درجات. انت البرنامج المالي اللي راح تبدي بيه ويا البنوك مثل مخليتك طالب وتمتحنك، يا اما تنجح بالامتحان يا اما ترسب. شلون اشتغل هذا الشغل؟ تروح اول مرة تفتح اكاونت بالبنك، حساب بالبنك، تاخذ وياك، راح يردون منك عقد الايجار ويا رسالة جايتك من البريد، جواز سفرك، هوية الولاية، هذني تاخذهن وياك، سوشيال سكيورتي مالتك تاخذهن وياك، وتفتح اكاونت بالبنك. هذا الاكاونت بالبنك حسابك بالبنك، لما تروح تشتغل تنطيه لابو الشغل، حتى ابو الشغل يقوم يحول دايركت على حسابك فلوس. راح يبدي البنك يشوفك انه انت تشتغل، دا تجيك فلوس من الشغل وانت دا تصرفها، تطلع تصرف من عندها. هنا بدت حركتك المالية بامريكا. هذا واحد. الشغلة الثانية تكت الطيارة، هذا تسدده وقت بوقته كل شهر، ما تخلف عنه، لأن هذا راح يبني لك أيضا كريدت، لأن هذا أول اختبار مالي لك بأمريكا. ورا شهر أو شهرين تجي على البنك تقول لهم أنا أدي أسوي كريدت سكور. شنو هذا الكريدت سكور؟ الكريدت سكور انت تحط فلوس، هم يعطوك فيزا كارت تخلي بيها فلوس من عندك. يعني انت مو تروح تحط بنزين للسيارة، تاخذ اكل برا، تاخذ هذني فلوس اللي تشتري بيهن او من الفيزا كارت مالتك، لا ذني تشيلهن تخليهن بهاي الفيزا اللي هم سووا لك اياها الكريدت سكور، وتبدي تصرف من هذا الكريدت سكور وترجع. إن فلوسك نفسها تصرف وترجع من عندهم، بحيث ما تخليه فارغ. هاي العملية لمدة 6 أشهر. بعد ال6 أشهر تقدم على كريدت. هذا الكريدت راح يختلف، البنك هو راح يخلي لك فلوس بهاي الفيزا كارد، وتبدي تصرف من عندها وترجع، لا تخليها فارغة. دائما اللي تصرفه ترجعه، في سبيل لا تدخل بنظام الفوائد. هنا الألف راح يشوفوك كم شهر هم انت عندك شغل، فلوس دا تدخل، فلوس دا تطلع، الكريدت مالتك دا تاخذ من عنده وتسدد بوقته. راح يسوي لك اياه 1500، ورا فتره يسوي لك اياه 2000. هنا بدا الكريدت مالتك يصعد، وانت راح تتابع نقاط الكريدت مالتك على الموقع مالت البنك اللي راح تحمله بموبايلك، وتراقب رصيدك يوميا، ايش رايح منه وايش داخل له. هنا خلال 6 أشهر، بعد ال6 أشهر انت اكو ناس يقول لك انا ما اريد ادخل فوائد وحرام وما اعرف شنو، واني هاي الشغله ما تفيدني، بس تريد تقوي الكريدت مالتك. اكو طرق سهله وميسره تقوي الكريدت مالتك بتفكير جيد،
تقوي الكريدت مالتك بدون ما تدخل بالفوائد. شلون يا ابو غيث؟ انا اقول لك شلون. تروح للوالمارت تشتري مثلا مكيف او تشتري تلفزيون، خلينا نقول تلفزيون سعره $600. تجي تقول لهم انا اريد هذا التلفزيون بالاقساط. تملي ابلكيشن، من راح تدخل معلوماتك راح راسا السيستم هو يشوف وضعك المالي، راح يقبلك. من يقبلك هنا ينطوك التلفزيون. اكو فقره راح يقول لك التلفزيون فلوسها تسددها ب6 اشهر او سنه. انت ببالك مثلا تقول انا اريد سنه. ال600 في سنه ايش قد بالشهر؟ $50 بالشهر. اضبط هاي المعلومه، $50 بالشهر تسوي 600 بالسنه. لان هم راح ينطوك عرض راح يغريك، انت راح تمشي عليه. هذا العرض اللي راح يغريك راح يدخلك بالفوائد. شلون؟ راح يقول لك يابا $25 بالشهر انت تدفع. انت شو تقول؟ 25 كله زين، جيبوه. بس لما تجي تحسب ال25 في سنه ما راح تطلع $600، راح تطلع 300. هنا انت خلصت السنه مدافع، بلشت الفوائد بيك. كل العروض راح تكون بهالطريقه، ما لك علاقه بالعرض اللي هم يعطوك اياه. راح تروح باي مكان تقدم على كريدت راح يقول لك سنه لو 6 اشهر. انت انتبه على المده، لا تنتبه على اللي هم العرض اللي ينطوك اياه. ابدي سدد $50، خلصت السنه $600. وان كان جدتك الله ييسر لك بلحظه شيلهن الفلوس كلهم انطيه نخلص منه. تروح تسوي بالبيس باي مواد كهربائيه، لابتوبات، وهم نفس تلفزيونات وثلاجات وكذا. تجد لك ثلاجه، تجد لك لابتوب، هم تروح تسوي كريدت بيه. ونفس الطريقه يقول لك 6 اشهر او سنه. اختار انت حسب امكانيتك، بس لازم تسدد خلال هالفتره هاي الفلوس كلها. لا تعتمد على العرض اللي هم ينطوك اياه، لان العرض اللي راح يعطوك اياه هم ما يسددك بسنه وراح يدخلك بالفوائد. اعتمد على المده وعلى تفكيرك انه انت تقدر تسدد لو لا. وكذلك الهوم ديبو مواد الانشائيه، المنارز مواد انشائيه هم تقدر تسوي بيها كريدت، ونفس الطريقه تسويها. تعتمد على المده اللي انت وافقت عليها، تخلص دينك بالمده اللي وافقت عليها. اذا ما خلصته بالمده اللي وافقت عليها راح يدخلوك بالفوائد، وراح تبدي فوائد 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 فوائد، وما راح تخلص الكريدت مالتك الا انت تالي تشوف نفسك انه تنطي الفلوس كلها وتخلص. هنا أنا سويت كريدت بالمار، سويت كريدت بالبيس باي، بالهوم ديبو سديت، هنا سديت، هنا سديت. نقاط الكريدت مالتك صعدت وانت مداخل بالفوائد. اجيت انت ورا سنتين تباوع الكريدت مالتك صاير مؤهل انه تشتري بيت. اكو ناس يقول لك انا ما اريد بيت ما اشتري على البوينج وكذا وهمين حرام وكذا. اكو جهتين تقدر تلجأ لهم اذا تريد. الجهه الاولى اكو منظمه، اكو بولايات تفتح مرتين بالسنه، واكو ولايات تفتح مره واحده بالسنه. المنظمه هاي اسمها الهابيتايت، تقدم عليها. هي تبني كل دفعه تقريبا 20 بيت، تبني هاي البيوت او تاخذ بيوت قديمه وترممها تكملها، تسويها درجه اولى يعني، وتنطيها للناس اللي راح يوافقون عليهم. طبعا من يوافقون عليهم على نظام الكريدت اللي انت عندك لازم يكون مسوي دافع ضريبه لمده سنتين. النظام المالي مالتك الضريبه مال شغلك عندك مال سنتين مسوي تاكس، زائد النقاط الكريدت مالتك، زائد الانكم مالتك الزين، راح يوافقوا لك وراح يبنوا لك البيت ويكملونه وينطوك اياه بدون اقساط، بشرط انه انت يريدون منك عندهم ساعات عمل تطوعيه، يعني تطلع تتطوع تشتغل وياهم اثناء بناء البيوت تطوع ببلاش. كل ولايه والها نظام الساعات مالتها
من ولاية لولاية، يردون منك ساعات تطوعية تطلع تشتغل وياهم. هاي المنظمة بيوتها بلا فوائد. ما جتك هاي المنظمة وانت شفت الإيجارات صعدت، بدأت تصعد الإيجارات وانت تشوف انه البيت أفضل لك وما تريد على البنك الأمريكي. اكو حاليا صارت البنوك الإسلامية، تقدر تلتجئ للبنك الإسلامي كحل، ونفس الشيء راح يعتمدون من الكريدت مالتك ويعتمدون التاكس مالتك مال سنتين، نفس البرنامج الحكومي. على ضوء الراتب مالتك الشهري راح يوافقوا لك على قرض وتقدر تروح تشتري بيت، وبهالحالة انت تكون يعني رضيت نفسك اللي انت يعني ترغبه. السيارة تقدر لكن السيارة اكو مشكلة هنا بالسيارة، انه انت اذا حبيت تشتري سيارة بالاقساط من تجي تريد تشتري بيت راح تنحسب السيارة من مصاريفك هي وتأمينها، وراح تكون غالية. راح يقولوا لك في بعض الأحيان وأكثر الأحيان يقول لك سدد فلوس السيارة يلا نوافق لك على القرض. هنا راح تكون السيارة حجر عثرة بسكنك. فدائما خلي البيت، إذا نويت تشتري بيت خلي شراء البيت قبل شراء السيارة بالأقساط، لأن البيت إذا اشتريته دفعك لفلوسك حتى وإن كان ثلث من عندها راح ينضم لك بالبنك، بس بنفس الوقت راح يصعد البيت وانت راح تكون قاعد ببيتك وتدفع عليه وهو دا يصعد سعره. اما السيارة راح تشتريها راح يصعد ما يلها هي ينزل سعرها، فهنا راح تكون حجر عثرة عليك بشراء بيت، وثاني شيء راح تكون خسارة عليك. بس اكو ناس ترغب، اللي يرغب بعد بحث آخر هو رغبته يعني. موضوع شراء البيوت بعدين ندخل به موضوع آخر، شلون أريد أشتري بيت وشلون أقدر أتصرف تصرف صحيح حتى ما أوقع بأخطاء في شراء البيت. هذا الموضوع بحكم تجاربنا، اشترينا بيت ودخلنا ويا الدلالين احنا نسميهم هنا يسموهم الايجنت، وشفنا تفاصيل كثيرة وسلبيات وايجابيات راح ننقلها لكم مثل ما عشناها وعاشوها اصدقائنا. فاول شيء تبني كريدت زين بنقاط جيدة حتى تأهل نفسك لمستقبل افضل، بس بدون ديون وبدون فوائد. أتمنى وصلت الفكرة، وأي سؤال عندكم ممكن تدخلون على الفيسبوك مالتي، تراسلوني على الماسنجر، إن شاء الله أجاوبكم على اللي أعرفه، واللي ما أعرفه أسأل لكم وأجاوبكم عليه. وتحياتي للجميع.